السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. النهاردة بنتكلم عن مبادرات البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، مبادرات 5% حلاب وتسمين. احنا بنقول النهاردة لو انت عندك مزرعة ايا كانت المساحة او مستأجر مزرعة، وبالتالي بتحب ان انت تخش في المبادرة، يبقى عليك تجهز سجل تجاري وبطاقة ضريبية النشاط فيه حلاب وتسمين، وبعد منهم تستخرج رخصة تشغيل. بتبقى رخصة تشغيل من وزارة الزراعة إن شاء الله عشان تستفيد بالمبادرة. طبعا احنا الشركة بتستورد الأبقار الهولشتاين والأبقار السيمنتال الألماني، وبنقدم لك عرض السعر. لو انت ورقك جاهز فورا وعملت الرخصة بتيجي عندنا الشركة إن شاء الله، بندي لك عرض السعر اللي أنت هتقدمه للبنك، وبرضو إحنا اللي هنسلمك الأبقار الهولشتاين والأبقار السيمنتال لو أنت حبيت. بس طبعا كله النهاردة بيتوافق مع الأبقار الهولشتاين لأنها أعلى بقرة بتديك إنتاجية من اللبن، وبالتالي إحنا بننوه إن إحنا الأبقار الهولشتاين بقرة في الموسم الأول بتديك إنتاج من 30 ل 35 كيلو لبن، يعني بحسبة بسيطة بتديك في معدل 600 ل 650 جنيه في اليوم. نفترض ان البقرة هتاكل ب 200 جنيه، يبقى عندك عائد يومي 450 جنيه، يعني بحوالي 13500 جنيه في الشهر، مضروبين في السبع شهور اللي هم الحلاب، وبالتالي بتديك عائد حوالي 97 98 ألف جنيه. النهارده بنقول كل الناس اللي مجهزة ورق تتصل علينا عشان تاخد عرض أسعار ونسلمها، واللي هو لسه ما بدأش يستأجر مزرعة لمدة 9 سنين ويعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية حلاب وتسمين، ويعمل الرخصة ويجي يتواصل معانا، بنقدمه للبنك أو نبعته للبنك الأهلي. والسلام عليكم ورحمة الله.